اهلا بيكم في قناتنا. النهارده رجعنا لكم بفكره مسلسلات جديده وقيمه ممتعه وشيقه كلها اثاره ومغامرات. قائمتنا النهارده هيكون فيها افضل 10 مسلسلات كوميديه انصحكم بمشاهدتها. كل فتره بحاول اجيب لكم مسلسلات وافلام جديده شيقه تتابعوها وارتبها لكم من الجيد جدا الى الممتاز، فكل مسلسل في هذه القائمه جدا ممتع. المسلسل الأول في قائمتنا مسلسل الواحة. المسلسل 16 حلقة اتعرض في مارس 2023. المسلسل تاريخي رومانسي شبابي دراما. يحكي المسلسل عن قصة الحياة الصعبة في كوريا الجنوبية خلال الفترة المضطربة بين الثمانينيات والتسعينيات، ويصور الحياة الشرسة والانتقام والصراع للشباب الذين يسعون وراء السلطة وثورة بأي وسيلة في عصر مليء بالقيم الاجتماعية الخاطئة. ويركز المسلسل على شخصية لي دو هات الذي ينشأ بريئا ولديه عقل ذكي، ومع ذلك يتورط في صراع الشباب من أجل السلطة والثورة والانتقام، ويصبح في النهاية رجل عصابات سياسي. وفي أحداث المسلسل يسعى لي دو هاك للانتقام لموت والده الظالم بعد تورطه في اغتيال عقاري. 정상적인 놈이 인연이고 그 비정상적이라는 놈이 악연인 거야. 넌 나 감당 안 돼. 너 분명히 내 인생 책임진다고 했지. 네 인생 성공해서 나한테 갚는다 그랬지 이 새끼야. 정신이 이제 내가 사귀어도 되지? المسلسل رقم 2 في قائمتنا مسلسل أخبرني أنه الحب. المسلسل 16 حلقة اتعرض في فبراير 2023. المسلسل رومانسي درامي. يدور أحداث المسلسل حول حياة سيم وو جو البائسة بسبب والدها وعشيقته، فبعد وفاة والدها طردت من منزلها من قبل المرأة التي كان والدها يواعدها، وتنقلب حياتها رأسا على عقب، فقررت الانتقام منها من خلال التقرب إلى هان دونغ جين ابن عشيقة والدها السابقة، وتقع في حبه. وتدور أحداث المسلسل في قالب رومانسي درامي. 연희동 집을 팔았대요? 걔가 너랑 살고 싶다고 헤어지자고. 왜 남들 다 하는 애들 언니 너만 시끄럽게 하냐고. 남잔 다 바람난 아빠랑 똑같다고 수절하고 사는 애한테 설명하고 싶지 않다. 위로라도 해줘? 그 집 팔아서 아들 위해서 몽땅 투자했대. المسلسل الثالث في قائمتنا مسلسل باندورا أسفل الجنة. المسلسل 16 حلقة تعرض في مارس 2023. المسلسل أكشن دراما إثارة. تدور قصة المسلسل حول هونغ تاي را التي تصبح السيدة الأولى لكوريا لحماية عائلتها المحبوبة بعد أن تستعيد ذاكرتها وتكتشف ماضيها المروع، وتناضل للانتقام من المسؤولين عنه، بينما يحظى زوجها بيو جان هيونغ بإعجاب الجميع ويبدأ الناس في الحديث عنه كمرشح رئاسي محتمل. تتمتع السيدة بحياة مثالية مع زوجها المحبوب وابنتهما العزيزة، إلا أن هناك شيء واحد تفتقده هو ذكريات ماضيها. وفي أحد الأيام تستعيد ذاكرتها وتواجه ماضيها المرير وتتحطم حياتها المثالية، وتجد نفسها في موقف لا يمكنها التحكم فيه وتكافح من أجل الانتقام من المسؤولين عنه. In this video, I'm going to talk about what will happen in the grand finale, which will air tomorrow with the for episode 16. We can see Jae-hyun in handcuffs asking Hae-soo and Dojin where Tira is. He seems to be the only one who remembers that he was once. المسلسل الرابع هيكون من نصيب مسلسل مبدأ الانتقام. المسلسل 16 حلقة اتعرض في ديسمبر 2022. مسلسل إثارة درامي. تدور أحداث المسلسل حول امرأة تعرضت لاعتداء مروع في المدرسة الثانوية. تترك المدرسة بعد أن كانت تحلم بأن تصبح مهندسة معمارية، وبعد مرور سنين تعود لتنتقم من المتنمرين في طفولتها الذين دمروا حياتها، وتبدأ بتنفيذ مخطط انتقام محكم لتجعل المعتدين يدفعون ثمن جرائمهم. 죽으면 꼭 천국 가. 사는 동안은 지옥일 테니까. 일부러 접근한 겁니까 나한테? 같은 편 먹고 싶어요. 죽여줘요. 어디서 거지같이 살 줄 알았더니 제법이다. المسلسل الخامس مسلسل رجل التوصيل. المسلسل 12 حلقة تعرض في مارس 2023. يتناول المسلسل قصة سائق سيارة أجرة يهب آخر أمنيات الأشباح، وتدور أحداثه حول شاب يقود سيارة أجرة لكسب قوت يومه، فتقتاضه الأقدار إلى مسيره المحتوم، حيث أمست سيارته ما لا يخطر ببال بشر، وركبها ما لا عين رأت، ووقودها للتحرك تحقق ما لا أذن سمعت، ذلك حين تحولت إلى سيارة أجرة لنقل
أشباح هائمة لن تنعم بالسلام الأبدي ما لم تصغ الآذان لأمانيها، وذلك لتحقيق أمنيات راكبه لإقلاعهم إلى مثواهم الأخير. ويتورط السائق في مطاردة قاتل متسلسل دموي وراكبة شبح فريدة لسبب غامض ما إن استقلت السيارة وما عاد بمقدورها أن تبرحها وحوصرت بداخلها. فما حقيقة تلك الراكبة؟ 단 하나밖에 없는 귀신 전용 택시 어때요? 정말 타도 괜찮아요? 귀신이 택시비를 낼 수 있다. 신속하게 모셔다 드리겠습니다. وقبل ما نكمل باقي المسلسلات فياريت لو وصلت هنا ما تنساش تنزل تعمل لايك للفيديو، وده لو اول مره تشوف فيديوهاتنا ما تنساش تشترك في القناه وتدوس على زر الجرس عشان يوصل لكم كل فيديوهاتنا. المسلسل رقم 6 مسلسل شبابنا المزدهر. المسلسل 20 حلقة اتعرض في مارس 2023. مسلسل تاريخي رومانسي دراما. يتناول المسلسل قصة الحب لا تعرف المستحيل بين أميرة وقاتلة هاربة من العدالة، وتدور أحداثه حول قصة لي هوان. أمير يعاني من لعنة غامضة، ومين جايي امرأة متهمة زورا بقتل أفراد عائلتها. تتطور علاقتهم الرومانسية من خلال عملية إنقاذ الرجل للمرأة من اتهامها الباطل وإنقاذ المرأة الرجل من لعنته. مين جايي امرأة ذكية للغاية وشخصية هادئة ولطيفة من عائلة نبيلة محترمة قتلت عائلتها بأكملها فجأة وتم تصويرها على أنها القاتلة، ويلاحقها أشخاص يحاولون القبض عليها وتتوالى الأحداث في هذا السياق. 마음에 떠오른 건 그대뿐이었죠. 숱하게 많은 날 난 너와 함께 보내며 나눌 수 있는 모든 마음을 나눠보. المسلسل السابع مسلسل وكالة الإعلانات. المسلسل 16 حلقة اتعرض في يناير 2023. مسلسل درامي رومانسي حياة أعمال. تدور أحداث المسلسل حول السيدة غو أهين إن التي أصبحت أول سيدة تنفيذية في وكالة إعلانية كبيرة، فهي مديرة إبداعية تقود فريق الإنتاج في وكالة إعلانية رائدة لديها رغبة قوية في النجاح على الرغم من نشأتها في الفقر. وفي الوقت نفسه نجد مدير قسم تخطيط في الوكالة يسعى جاهدا ليصبح الرئيس التنفيذي، وكذلك تحاول كان هانا تنافس على منصب الرئيس التنفيذي وهي فتاة من عائلة غنية. المسلسل دراما مكتبية واقعية يصور الحياة اليومية لمنافسة شرسة بهدف الوصول لأعلى المناصب لأولئك الذين يعيشون حياة أشبه بالحروب في وكالة إعلانات، ومنهم امرأة شق طريقها من القاع إلى القمة لتصبح أول امرأة تقلد منصبا تنفيذيا في وكالة إعلانات. 궁금하다. 회사 다니는 게 대행사 말고 나도 죽기 전에 광고주 한번 해봐야 되는데. المسلسل رقم 8 في قائمتنا مسلسل دورة مكثفة في الرومانسية. المسلسل 16 حلقة تعرض في يناير 2023. مسلسل رومانسي كوميدي عائلي. تدور أحداث المسلسل الكوري حول لاعبة يد سابقة متقاعدة بالمنتخب الوطني لديها محل بقالة من أجل رعاية أسرتها، بينما كانت تتصارع مع اضطرابات الأكل لدى مدرس ابنتها وقصة حب غير متوقعة بين الثنائي. يصور المسلسل العلاقة الحلوة والمرة بين صاحبة محل البقالة التي دخلت في صراع مع أفضل معلم رياضيات مشهور وصريح، ويتمتع بمهارات رائعة وروح استعراضية هائلة. وينقل المسلسل عدد من القيم الجيدة خلال هذه القصة العائلية، ومنها الدعم المتبادل بالإضافة إلى التضحية والتفاهم الموضح في أحداث المسلسل. 제가 진짜 좋아하는 거 알죠? قبل المسلسل قبل الأخير وهو مسلسل أحب كرهي له. المسلسل 10 حلقات بس اتعرض في فبراير 2023. المسلسل رومانسي كوميدي. في المسلسل بتعتقد محامية تكره الخسارة أمام الرجال وممثل بارز لا يثق في النساء أن الحب يفتقر المعنى الحقيقي، لكن الظروف تجبرهما على مواعدة بعضهما البعض. وتدور أحداث المسلسل حول يومي ران، محامية بدأت في شركة محاماة تكره الخسارة وغير مهتمة بالعلاقات الرومانسية. ونام كان هو ممثل وسيم يعمل في الأفلام الرومانسية لكنه لا يثق بالنساء، وعندما يواجه كل منهما البعض وهما لا يؤمنان بالحب يخوضون معا معركة حب كبيرة. 여성 혐오주의자의 변태를 어떻게
다른 목적은 있지. 네가 상상도 못할. 로맨틱하게. 로맨틱할수록 상처는 크겠지. 강우랑 사귀는 척 딱 3개월만. أما المسلسل رقم 10 والأخير في قائمتنا هيكون من نصيب مسلسل شين محامي الطلاق. المسلسل 16 حلقة بس، اتعرض في مارس 2023. مسلسل قانوني درامي. تدور قصة المسلسل حول شين جونغ هان، محامي الطلاق الموهوب الذي يواجه تحديات كبيرة في تعامله مع عملائه المتوحشين بشدة. ورغم صعوبة العمل إلا أنه يجد الدعم اللازم من أصدقائه الأقرباء الذين يشاركونه العمل كمحامين ويمتلكان الخبرة الكافية لتجاوز تلك المشاكل. يعتبر المحامي خبيرا في مجال الطلاق، ويتمتع بالحساسية والدقة الشديدة في التعامل مع القضايا المتعلقة بهذا النوع من القضايا الشائكة، ويواجه تحديات كبيرة في التعامل مع العملاء الذين يظهرون دائما سلوكا عدوانيا، إلا أنه يتمتع بالهدوء والصبر اللازم لإيجاد الحلول المناسبة لهذه المشكلات. 유명세 톡톡히 치른다 이 사진. 잘 이혼하기에는 상황이 좀 좋지 않은 것 같아요. 엄마가 미워요. 변호사님의 기준은 뭔가요? 잘 이혼하는 기준. 딱 하나 제가 원하는 건 그러니까 우리는 이 소송에서 반드시 이겨야 되는 거라고요. 이길 거니까 한번 봅시다. 누가 이기는지. وبكده خلصت قائمتنا النهاردة. اكتب لنا كومنت بالمسلسل اللي شايف انه رقم 1 في قائمتنا، وايه المسلسلات اللي اتظلمت وشايف انها كانت تستحق انها تكون في قائمتنا النهاردة. كان معكم احمد، ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. مع السلامة.